السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي ابداعي في بيتي لتعليم الخياطة. اليوم عندنا راح نفصلوا روبا بيزو بيزو كما راكم تشوفوا فيها راهي تبريي. عندي لهنا نحتاج منها ميطرتين، وراح ندير لها لي مانشو فزدر تول كما راكم تشوفوا فيه في النوار، وندير لها لي زابليك في الكتف. راح نعطي لكم الدرس تاعها. نرسموا الاطار كما موالفين، كل وحده تهز على المقاس تاعها الاطار. لان البنات عندنا بيزو بيزو راكم والفتوا معايا ما نزيدوش 2 سنتيم. هزي الميطره قد وحسبيها، اقسميها على 4 ديري الحساب يخرج لك العدد تاع الاطار. لهنا راح ندير 27 سنتيم. عندي لهنا الرقبه 8 سنتيم، الكتف 10 سنتيم، نهبطوا لهنا ب2 سنتيم. عندنا لهنا الطابق تاعنا نهبطوا ب20 سنتيم، ندخلوا لهنا ب1 سنتيم، ولهنا المنتصف نخرجوا ليه هكذا باش نديروا التحريفه تاع الدائره تاعنا تاع الطابق. عندنا لهنا 34 سنتيم، ندخلوا ب2. لهنا 12 سنتيم، نخرجوا ليه هكذا. طريقه سهله. لهنا البنات راح نحسبوا طول الروبه تاع واش حديري الطول تاعك. انا لهنا راح ندير طول متر و43 سنتيم. عندي من الطول تاعي كامل لهنا نقيس من الرجل حتى للركبه نديروها 50 سنتيم. لهنا البنات راح ندخل من 27 سنتيم هذه راح ندخل ب5 سنتيم وندير لها الخط هكذا. راح نديرها من تحت روات مزيره. لهنا البنات المنتصف تاع هذا الخط اللي بقى لنا راح نخرجوا لهنا ب2 سنتيم تاع لي رونش. لهنا راح ندير لي بينس في 34 كيما موالفين 10 سنتيم. نطلعوا لهنا قل من الطابق نهبطوا قل منه ب2 سنتيم ونهبطوا ب16 سنتيم. منا 1 سنتيم منا 1 سنتيم. راح نوليو دوكا للرقبه. عندنا الرقبه البنات راح ندخل فيها التول نهبطوا ب12 سنتيم. لي موديل اللي تلقاو فيهم التول على الرقبه ديما ديروا 12 سنتيم. نديروا الدائره تاعنا هكذا بهذه الطريقه. تقدروا ترسموا مربع كيما موالفين نرسموه ونحرفوه بهذيك الطريقه. عندي لهنا البنات راح نزيد نهبط ب22 سنتيم. عندي البنات هذه لهنا الكتف تاعي راح نقسمو نديرو 6 سنتيم. نقيس منها من الرقبه لهنا 6 سنتيم ونهبط الخط تاعي هكذا بهذا. وين نهبط للنقطه هذه تاع الطابق كيما راكم تشوفوا فيها النقطه الثانيه. نهبط له كي تقيسوها تلقاو 15 سنتيم هاك. من النقطه هذه لهنا نحرفوها بهذه الطريقه نديرو القوس تاعنا هكذا. هذا لهنا راح نديروه تول ومنه يقعد بيزو بيزو. عندنا ثاني الظهر للرقبه نهبطوا ليها ب6 سنتيم. والظهر البنات نتوما واش حبيتوا ديروا تقدروا ديروه نفس الطريقه تاع التول. تقدروا ديروه من هذه لهنا حتى لهنا هكذا هكذا. انا دوك نخدمها معكم وتشوفوها. لهنا البنات راني خدمت الباترون كيما راكم تشوفوها. لهنا تقيسي من النقطه هذه لهنا 15 سنتيم كيما راكم تشوفوا.
كاين موديلات بزاف البنات نحتاجو هذو النقاط. من بعد راح يساعدوك الموديل اللي تشوفيه، تقدري تشوفي الموديل وراه حابس تديريه وين حبيتي، لهنا ولا لهنا، كيما لي فورم سوتيان، كيما بزاف لي موديل. هذه البنات ها خدمت الجهه الاماميه، والجهه الخلفيه راح ندير له الظهر هكذا بهذه الطريقه للنقطه الاولى جهه الطابق. هاي النقطه الثانيه هنا، النقطه الاولى من دخلنا بواحد سنتيم راح نديرها هكا، نهبط ثاني ب22 سنتيم، حابه الظهر يجيني شويه ثاني عريان، لهنا هبطت ب6 سنتيم من الرقبه. راح نقطع الباترون ونفصلو على الكتان. ها البنات بعد ما قطعنا الباترون، هذا تاع الجهه الاماميه كيما رسمناه، وهذا تاع الجهه الخلفيه. هذا دوك نفصلوهم مع البيزو بيزو، هذا نفصلوهم مع التول. نص متر نطبقوها بهذه الطريقه، نطبقوها هكذا على زوج، نقيسوها على الباترون. هكذا نطبقوا التول على زوج، ونطبق نلصقوا في الباترون. نزيدو تاع الظهر، لان التول نطبق على زوج. راح نقطع نخلي 1 سنتيم، البنات هذا التول اللي تلقيه حنين، او كاين تول الاخر تاع لاغو بومبي هذا لهنا اللي تلقيه يدير 20 في المتر ولا 40 في المتر قيلا. نخليو 1 سنتيم، نزيدو تاع الظهر، هكذا نكملناهم. هذا اللي يفضل لنا راح نفصلوا به لي مونش. لهنا التول راه مطبق هكذا بهذه الطريقه على 4 جهه الحاشيه، مهم الجهه اللي يتكسل عليها. راح درت الطول تاع المونش 30، ومنها راح ندير من البيزو بيزو الكلوش. هكذا البنات كي تخدموا مونش واحد راح تفصلوا عليه على قدام، خاصه كي تكون نفس لاطاي. هكذا راني فصلت منه زوج، راح نقرونتيو كيما العاده. ها نص متر تول تفصل لقدام الحاجه. عندي لهنا البنات كيما والفتوا معايا، نطرحوا الكتان بجهه الطول لهنا ومحلول هكذا مترتين راهي كامله طويله هكذا بهذه الطريقه. نحطوا جهه الخلف الجهه الكتان اللي نحينا منه الحاشيه البنات في البيزو بيزو لازم تنحيو وقتاش من بعد يفزت لكم. نحط الباترون تاع الجهه الخلفيه، جهه الامام هاي ليكم هكذا. لهنا البنات هاي لهنا 34، لهنا منين خرجنا ب 12، لهنا راني خارجه ب 2 سنتيم. ها لهنا قصت 50 سنتيم من تحت حتى لهنا، اللي هي دخلت ب5 سنتيم، وهاني وصلت الخط تاعي لهنا البنات راني خارجه ب 2 سنتيم. هاي جهه الخلف ثاني بنفس الطريقه، ثاني الطول تقيسين كما جهه الخلف ونحينا هذا، راح نحط المتر لهنا ونقيس الطول تاعي. لهنا راني دايره 142 143 هاك. جهه الامام ثاني كيف كيف، وعندنا هذا لهنا
ثاني نحط الميطه لهنا ونقيس الطول ونعكسهم هكذا لبعضهم ونقطعو ونخليو لهنا جهه الخلف راح نحيو الباترون هذا اللي فصلناه تول نخليو 1 سنتيم ونقطعو هكذا البنات نقطعو نخليو 1 سنتيم تاع الخياطه ونقطعو نتبعو الطباشير كيما رانا. عندي لهنا البنات اللي ماشي حابه تخرج لهنا ب5 سنتيم تخرج ب3 سنتيم تخرج ب2 هنا حبتها سيري وراح ندير لها الشقه من اللور هاك راح لهنا نخليه ثاني يقيس 50 سنتيم ونخليها محلوله. نزيدو ثاني نقطعو جهه الامام نتبعو الباترون 1 سنتيم على الباترون لهنا البنات لي شيت لي يفضلوا لي راح الطرف اللي يفضل لي على الجهه اللي مسكره راح نطبقوه هكذا على زوج والمونش الباترون تاعي تاع المونش لهنا البنات نحطو من القرنيه لهنا حتى القرنيه ها مثلث لي نقصو منه نحكمو منه بليزيبان. عندي المنتصف لهنا نخرج ب1 سنتيم وندير الخط تاعي هكذا باش ما يجيناش قد لهنا حندير 20 سنتيم هكذا تقيسي من النقطه هذه حتى لهنا 20 سنتيم نزيد ثاني من الخط هذا اللي درناه حتى لهنا 20 سنتيم نزيدو ثاني لهنا 20 سنتيم ومنها ثاني 20 سنتيم راح نقطع بالمقص هكذا نزيدو ثاني لهنا هكذا حنا فصلنا زوج. رايحين البنات الحاجه الاولى نجملو الظهر من اللور طريقه الخياطه تاعنا نجملو هكذا ونقيسو 50 سنتيم تاع الشقاليم تاع شحال راح ندير انا واش حبيت انا نديرها عريانه هكذا. انا لهنا من بعد راح نكفها لهنا برك هكذا راح نزيد نجمل التيول في الظهر راح نحط لهنا المثلث هذا لهنا نحطه بطريقه الخياطه قد نحكمو هكذا بليزيبان نزيدو لهنا القرنيه تاع المثلث تاع لهنا ثاني نحطوها قد هنا منها ثاني كيف القرنيه هذه نحطها قد مع القرنيه تاع الطابق ونلصقها
لهنا ثاني البنات نحكمو المنتصف هكذا باش يعاونا. هنا ثاني بنفس الطريقة نحكمو المنتصف هاك نعدلو هكذا وراح نخيط. كي تحكمي بلي بانك راح يجيك ساهل، تبعي برك. راحين ندورو الرجل هاك. رايحين لهنا ثاني نزيدو نجملو تاع الجهه الاماميه، نحطو القرنيه كما راكم تشوفوا فيها المثلث هذا، نحطوه لهنا في نص المنتصف تاع الزر، نحكمو بليزيب. نزيدو البنات اللهن نحطوها هنا في القرنيه قد ونحكمو. رايحين نجملو قبل منا ومنا، ومن بعد نزيدو لهنا في النص. هاي البنات نحطو المنتصف، نرجعو البرا لهنا ولهنا، رايحين راني حاكمه له هكذا نتبع برك. نزيدو نرجعو البرا في المنتصف تاع الزر لهنا ثاني كيف راح ندور البرا والتول بهذه الطريقه. كي نوصل لهنا ثاني للقرنيه نرجعو البرا ثاني بنفس الطريقه وندور. هكذا البنات بعد ما كملنا خيطناها رايحين نقطع لهنا القراني. نزيدو ثاني لهنا ثاني كيف نزيدو ثاني لهنا هاك. تقدري تحبي ديريلها لا ديبلور، انا مش غندير لها لا ديبلور، راح نقلب برك هكذا الخياطه وندير طريقه تاع الخياطه من الفوق. رايحين لهنا البنات نجملو الكتاف، بعد ما درنا الخياطه على في الصدر وفي الظهر
ها البنات لهنا درنا الخياطة في الزر وفي الظهر، رايحين نجملو هكذا بهذه الطريقة الكتاف. رايحين لهنا البنات نكفو التويل تاع الرقبة. بعد ما جملنا الكتاف راح نكفو التيل هكذا بهذه الطريقة. رايحين البنات لهنا نجملو المونش نكرونتيو الوسط هكذا، نزيدو ثاني نكرونتيو الوسط تاع الكلوش هكذا، راح نحطو فوق المونش بهذه الطريقة، الوسط مع الوسط هكذا. ولهنا راح نحطو هكذا تحط القرنية قد قد. راح نخيط، راح نركب لهنا المونش وين كرونتينا فوق الكتف، ونحط المونش على الطابق تيل قد قد نحطهم على الطابق هكذا فوق بعضها، وراح نخيطو. راح البنات لهنا نجمل الاطراف تاع الروبه من هنا هكذا البنات. بعد ما كملنا خيطناها كيما راكم تشوفون، لهنا راح نديرها لي زابليك نصنعها. تحبي تخليها هكذا انت ولا الاختيار تاعك. ها هو الظهر، لهنا هاي الشقالين في الجهه الخلفيه، ركبت لها خيطت لها لي بانس كل الجهه الاماميه كل الجهه الخلفيه. هام لي مونش تاع الكلوش جات روعه البنات كي تستلبس. لهنا هاي السيري شوفوا العرض تاع لاجيب من تحت، راح نشوفوها بعد ما زينتها. هكذا البنات هذه هي النتيجه الاخيره بعد ما زينتها بلي زابليك. حرجتها بهذو العدسات لان البنات ما كفانيش الحرج للاسف. لهنا هاو المونش كيفاه خرجنا تاع الكلوش كيما راكم تشوفوا. لهنا هاي جايه قيس على طاي من تحت، راه جيب دربات مزيره شويه من تحت. الخلف تاعنا هاهو البنات راني درت لهنا الشقه كيما راكم تشوفوا، جات روعه في لبستها.
خدمت لها ثاني لا سونتور درتها فيها 3 سنتيم من لي شيت لي يفضلوا. هكذا البنات، شرطنا اللي عجبكم، واللي ما فهمتش حاجه البنات راه دير لي على الفيديو كيما تاع الغانغو كيما اسمو، راه في الايام القادمه ان شاء الله راح نزيد نعاود نطبقها معكم. المهم ديروا في لي كومونتير، عاودوا اكتبوا لي. هذه البنات، وبارك الله فيكم، سلام.